وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا جبنه القريش في البيت. جبنه القريش في البيت احلى من بره بكتير بكتير، كريمي وطعمها لذيذ وما شاء الله. يعني تحسي كده ان هي كريمي بزياده عن اللزوم ما شاء الله. طلعنا كميه القشطه الجميله ديت اكتر من نص كيلو قشطه، لكن بصراحه جميله جدا، من ازازتين الا ربع حليب. وزي ما قدامكم كده يا حبايبي، وبالمنظر ده عملناها في الحصيره. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من أم منار. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل القمر ده اتعمل ازاي. كده معانا شاليه، جبنه شاليه او طاجن فخار او حله صاج او حله ستانلس، المهم حاجه تدخل النار بعد كده. ان شاء الله الخطوات قدامكم ان شاء الله. معانا بقى شاليه كده او وعاء فخار او طاجن زي ما قلت لكم، وهنبدا نجيب المصفى ونصفي الحليب اللي عندنا، او شاشه او تصفيه بشاشه، لان لو في اي شوائب تطلع في المصفى السلك او الشاشه. لو انت ما عندكش مصفى سلك اعملي بشاشه او بقطعه قماش قطن هتطلع اي شوائب منها. تمام. وانا طبعا المفروض ان انا اعمل ازازتين، بس انا احتجت ان اخد ربع ازازه، ربع ازازه حليب، حوالي نص كيلو حليب اخدت منه، لان كنت محتاجه اعمل حاجه حلوه بيه. وكده يا حبايبي هجيب بقى قطعه قماشه، وهبدا بقى ان انا اغطيهم كويس بحيث ان مفيش هواء يدخل لهم، لان طبعا احنا في البرد والحليب ده هيقعد يومين لحد ما يبقى لبن رايب زي الزبادي بالظبط. وهغطيهم بقى بالقماشه واحطهم بقى على الرخامه، لان ادفى مكان في البيت كله في الشقه هو المطبخ، لان طبعا احنا بنشغله دايما، بنولعه، بنطبخ، بنعمل حاجتنا عليه، بيكون دافي طبعا. بدات ان انا حطيتهم كده في جنب بحيث ان هم ما يتحركوش خالص من على الرخامه، ما تحركهمش خالص. خلاص حطيتوهم على جنب، ما يتحركوش الا ساعه ما تيجي تعملي تحطهم في الفرن. هبدأ بقى اجي بقى تاني بعد في تالت يوم، انا حطيتهم يومين كده. تالت يوم بقى ده بدأت ان انا اشيل القماشة من عليه، طبعا عشان ناخد القشطة من عليه كاملة متكاملة. هناخد اللبن ده هنحطه في التلاجة ليلة كاملة حبايبي. وتاني يوم الصبح بعد ما نحطه في التلاجة هنطلعه من التلاجة علشان كله هيجيب القشطة اللي فيه. حركة مهمة جدا عشان تاخدي كمية قشطة معتبرة من عليه، لازم يبات ليلة كاملة في التلاجة ينطر كل القشطة اللي عليه. وهبدأ ان انا اشيل كل القشطة من عليه، من على وش الشالية كده. هبدأ، شايفين كمية القشطة؟ بتجيب كمية قشطة رهيبة ما شاء الله. بجد انت ما تعملي الحركة دي انت في البيت وتعمليها انت في بيتك، حتى لو ما عندكيش حصيرة انت هتستفيدي بسمن، بزبدة، بقشطه قصدي. ولو حابه تعملي القشطه دي زبده وتحطها عندك في الفريزر تستعمليها بدل ما تشتريها من بره، انت براحتك. حابه تعمليها سمنه فلاحي انت براحتك، بتحتاجيها في حاجات كتيره. وان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي نعمل القشطه سمنه، وازاي نعملها الاول زبده، وازاي لو انت عايزاها تحوليها سمنه ازاي هنحولها سمنه. هيكون ان شاء الله فيديو كامل متكامل. وبدات كده ان انا اجمع كل القشطه اللي عندي احطها في علبه بلاستيك عشان طبعا هدخلها في الفريزر. دخلت الجبنه اللي عندي كده، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. القشطه شايفين رحت برده للبرام، اخدت كميه القشطه اللي عليه. وهكون بقى مشغله الفرن حبايبي قيمه 10 دقايق. لازم الحركه دي قيمه 10 دقايق كده مشغله الفرن، او ربع ساعه مشغله فرن البوتاجاز، او عندك فرن كبير عادي مفيش مشكله. وبدات كده ان انا نزلت الشبكه بتاعه الفرن، هنزلها شويه طبعا زي ما قلتلكم كده. حابب اوريكم القشطه. هبدأ بقى ان انا احط اللبن ده في الفرن، علشان انا عايزاه يكون دافي، علشان تبقى قطعة اللبن متماسكة مع نفسها، عشان تطلع لي حتة جبنة حلوة كده جميلة. الحركة دي مهمة جدا بتاعت الفرن، زمان قوي كانوا بيعملوها، فانا حبيت ان انا اعمل. كانت خالتي الله يرحمها، خالتي وصيفة الله يرحمها، كانت دايما تعمله في الفرن كده، فانا كنت بقعد جنبها وبشوفها هي بتعمل ايه. بصراحة الله يرحمها يا رب، ادعوا لها كده بالرحمه. وبدات ان انا حطيته في الفرن كده حبايبي، وهسيب الفرن شغاله عليه 10 دقايق وهقفل كده الفرن. وبعد 10 دقايق هبدا ان انا اطفي الفرن وهسيبه في صهد الفرن لحد ما يبرد خالص.
يعني انت لو حطيتيه الصبح على بالليل تعملي الجبنه في الحصيره او في القماش او في المصفى، اي حاجه هتعملي بيها هتكون كويسه. وجبت بقى كده الحصيره حبايبي، انا سبته بقى بيرد خالص، اهم حاجه تسيبيه يبرد خالص، ده اهم حركه من نجاح الجبنه. جبت بقى الحصيره كده حبايبي، وجبت الصاجه بتاعت البوتاجاز الكبيره، لان الحصيره طويله فطبعا عايزه صينيه كبيره او صاجه البوتاجاز. وبدات ان انا احط كده زي ما قدامكم شايفين الصينيه، انا لسه حاطه عليها، لسه ما فتحتش الحصيره. طبعا الحصيره دي انا اشتريتها وبقالي سنتين، بقالها سنتين عندي. كل ما احب ان انا اعمل جبنه قريش بعمل فيها بصراحه. بدات ان انا افرد كده الحصيره على الصاجه او الصينيه اللي عندك هتعملي بيها، علشان طبعا اللبن اللي هتنزله هتنزل سوائل، لسه الجبنه دي هتنزل سوائل من بين الحصيره. ناخد بالنا، والسوائل اللبن دي بتكون فيها لبن لسه، فطبعا احلى حاجه ان انت تعجني بيه، بيبقى جميل جدا. او لو عندك مش اغلي اللبن، السوائل اللي هتنزل من الجبنه من الحصيره او من الجبنه اغليه وحطيه ضيفيه للمش، بيديله نكهه جميله، وبيخلو المش عندك خفيف بدل ما تشتري لبن حليب. وبدات ان انا اشيل الجبنه الكتل اللبن احطها في الحصيره، وهبدا ان انا اجمعهم مع بعضهم. وحركه مهمه جدا انك ترفعي الحصيره ديت تربطيها في حبل او قطعه قماش، وتضمها كده على بعضها، وترفعيها تصفي ميتها، وتسيب الصاجه تحتها عشان اي سوائل لسه فيها تنزلها. حركه مهمه جدا. فانا بقول لكم برضو ان انا هربطها كده بحبل، يعني احسن حاجه طلعت القطعه متماسكه بسم الله ما شاء الله، ولا احتاجت ملح ولا اي حاجه عشان تتماسك. وبدات ان انا ربطتها كده، وهرفعها بقى كده في مسمار عندك على الحيطه، او اكرت كده لقيتها تكون مفتوحه تعلقيها فيها، وتحتها الصينيه زي ما قدامكم شايفين. وزي ما قدامكم كده سبتها يوم كامل لحد بالليل، وبدات ان انا اجيب الجبنه افتحها، وبدات ان انا اقطعها قطع كبيره. انا لو عايزاها كتير هقطعها قطع صغيره، انا حبيت ان انا اقطعها قطع كبيره بسم الله ما شاء الله على نفس الخيط، مستوى الخيط كده في الحصيره زي ما شفتوا كده. بدات ان انا اجيب طبق كده حبايبي، واحط كده في الطبق، عشان في الاخر هرش عليها شويه ملح صغننه كده. هي ناشفه والله مش محتاجه، وما جابتش سوائل تاني لان هي ناشفه خالص ما شاء الله. وزي ما قدامكم كده حطيت شويه الملح، وهسيبها بقى في التلاجة عندي. هاخد منها حبه تحطها في علبه، هتاخدي ميه من الفلتر، طبعا مش محتاجه ان هي تتغلي. لو انت ما عندكيش فلتر هتغلي شويه ميه وتحط فيهم شويه ملح، وتحط الجبنه دي في العلبه وتحطها في التلاجة، وقرن فلفل كده عليهم حار على وشها في الميه، هتدي نكهه جميله، وتحطهم في التلاجة. غطيت كده القشطه وحطيتها في الفريزر. وجيت بقى تاني قلت بقى اعمل معاكم، كنت بقول لكم باي السلام عليكم، رجعت قلت لا ده انا هعمل لهم طبق كامل متكامل عشان اولادنا وعشان احنا كلنا نستفيد. بدات ان انا اجيب طماطمتين، وجبت قرنين شطه كده حار جدا، القرن الطويل ده اللي هو الاخضر الفتح ده بارد، والقرنين الصغيرين دولت بصراحه حار جدا جدا. بدات ان انا قطعت الطماطم كده مكعبات صغيره، وهقطع برضو البصل برضو مكعبات صغيره، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. والفلفل الحار ده بصراحه احنا بنحبه سبايس كده، بيبقى حار جدا في الجبنه، خصوصا الجبنه القريش بتبقى وجبه جميله قوي ما شاء الله. وبجد طعم الجبنه طلعت كريمه وطعمها جميل جدا. عندي بناتي قالوا يا ماما مديها طعم الكيري، انتوا عارفين الكيري غاليه جدا في السوق، يعني انت بدل ما تعمليها في الحصيره ممكن تعمليها مكعبات جبنه كيري، تبقى جميله جدا في علبه وتقطعها مكعبات، هتفرحي بها اولادك، تبقى جميله ان شاء الله. هعملها معاكم مره، مش محتاجه افتكاسات ولا محتاجه اي حاجه. بدات ان انا اقطع الفلفل بقى كده، الفلفل الحار ده بقى قطعته قطع صغنونه قوي عشان طبعا حار جدا، والقرن الكبير قطعته قطع كبيره طبعا، لان انا عايزه الفلفل الحار ده يبقى في جميع الجبنه وانا بقطعها. قطعت البصل برضو مكعبات، وبدات ان انا اجيب الجبنه طبعا اقطعها كمان واهرسها كده في طبق، جبت طبق كبير بدات ان انا اهرسها. جربوا الطبق اللي انا بقول لكم عليه ده، والله العظيم لو انت عملتيه في البرد وانت عندك برد او تعبانه، والله العظيم، وكمان لو حطيتي كمان فصين توم كمان عليه، والله العظيم هتخف عليه وهتبقي جميله جدا.
شايفين بقول لكم ان انا قطعت الخضار كله اهوت. البصل ده طبعا انا بحب ان انا اقطعه كبير شويه، بحب كده ان انا اقطعه كبير شويه. بدات ان انا اجيب الجبنه كده، شايفين الجبنه بتتقطع معانا شرايح، والله العظيم شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا طعمها جميل جدا، جربوها بنفس طريقه ام منار. وبدات كده ان انا احط عليها البصل والفلفل والطماطم واقلبها تقليب كويس. وبدات ان انا اجيب شويه شطه، شويه شطه عادي، شطه عاديه، الشطه الحاره برضو، وحطيت شويه على وشها. وجبت بقى الزيت، سواء زيت زيتون، زيت من اللي انت بتطبخي بيه، زيت ذره، يكون زيت نظيف. وبدات كده ان انا اقلب كده كل الطماطم والبصل والخضار عليه. وبدات ان انا احط شويه زيت بصراحه، ومش زيت زيتون، هو زيت نظيف اللي هو الذره او عافيه، اي زيت بس يكون زيت نظيف. وبدات ان انا احط شويه شطه كده حبايبي قدامكم، والله العظيم الطبق ده كان جميل جدا، البنات انبسطوا منه قوي ما شاء الله. وزي ما قدام كده يا حبايبي ادي الطبق جميل جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. ويا رب اكون بفيدكم فيديوهات يا حبايبي. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله.